أزول. السلام عليكم أصدقائي الكرام، مرحبا بكم في هذه الكبسولة الجديدة. موضوع اليوم موضوع حساس جدا وخطير، ويحتاج منا إلى أنات وتعقل وكثير كثير من التعقل وقليل من العاطفة. انقلاب الغابون. يرى البعض من خلال ما سمعنا البارح من المغاربة بأن الرجل المنقلب درس في الكلية الحربية بمكناس، وبالتالي ما دام أنه في المغرب هنا إذا راه صافي ماشي إشكال كبير، راه قرا في المغرب وراه شرب التاي ديال المغرب والماء ديال المغرب، فلن يخون عشرة المغاربة. إخواني الأصدقاء، ليس هناك ما يؤكد هذا الأمر أو حتى ينفيه إلى حين ظهور معطيات ملموسة يمكنها أن تؤكد لنا التوجه والخلفية ديال هذا الانقلاب هذا. لكن من خلال كل الروح التي تحيط بهذا الانقلاب في الغابون، كنلمسوا أنه مختلف عن الانقلاب في النيجر، كنلمسوا أنه مقرب على الاختلاف في مالي وبوركينا فاسو وكل تلك الأجواء المعارضة للاستعمار، والتي من اليوم الأول واضح فيها الخلفية ديال الانقلاب إلى اليوم. هناك ضبابية ما، ولكن لدينا مؤشرات ويمكننا أن نبني طرحنا وترجيحنا لفرضية ما على هذه المؤشرات. البارح تكلمنا في اللايف على خمس فرضيات ديال إمكانية لفهم هذا الانقلاب. قلنا أن الفرضية الأولى هي أن مسألة داخلية مرتبطة بتزوير الانتخابات، وبالتالي الأمر داخلي. ما نفصلش حاليا في هذا الموضوع هذا، تكلمنا فيه البحث مطولا. الفرضية الثانية كتقول بأن هذا انقلاب مسيس كيمشي في نفس التوجه ديال النيجر ومالي، ويرفض الاستغلال ديال الثروات ديال الغابون الغنية جدا. تكلمنا البارح على المؤهلات التي يتوفر عليها الاقتصاد الغابوني. والفرضية الثالثة والاحتمال الثالث أن هذا انقلاب مدفوع فرنسيا بحكم مجموعة ديال المعطيات. الفرضية الرابعة تكلمنا على روسيا والدور الروسي، وهل لروسيا دور في الانقلاب ديال الغابون. والفرضية الخامسة هو الدفع الأمريكي لهذا الانقلاب والرعاية الأمريكية. قلنا إلى أي كل هذه الفرضيات نسير. فالبحث تكلمنا على أن الفرضية الثالثة هي المرجحة عندي، اللي هي أن الانقلاب هو انقلاب على المقاس الفرنسي. واليوم في هذه الكبسولة هذه غادي نتحدث لماذا أقول بأن هو انقلاب فرنسي استعماري لحماية مصالح فرنسا بالغابون. المؤشر الأول هو لغة الخطاب السياسي للانقلابيين، لا رائحة فيها نهائيا لأي خلفية رافضة للاستعمار ولنهب فرنسا لثروات الغابون. فهو خطاب استقصادي أساسا لشخص الرئيس اللي هو علي بانغو. والعلة والسبة ديال هاد الانقلابيين هو أن هناك تزوير في الانتخابات، ومن أجل الحفاظ على السلام داخل الغابون، منعا لأي صراعات سياسية تتطور إلى حرب أهلية. فليس في هذه الأسباب أي شيء له الصلة بفرنسا والاستعمار والنهب. ولذلك أقول بأنه مختلف جذريا على الانقلاب اللي وقع في النيجر ووقع في مالي وغيرها. النقطة الثانية والمؤشر الثاني الذي يدفع إلى القول بأنه انقلاب على المقاس الفرنسي هو الإعلام الفرنسي والأوروبي. خطاب إعلامي فرنسي رخو جدا، رطب جدا، ليس فيه نفس الخشونة التي مورست إعلاميا وسياسيا طرف السياسيين الفرنسيين ضد الانقلاب في النيجر. ففي الانقلاب ديال النيجر تزعزعت كل فرنسا، خرج الإعلاميون، خرج الساسة الفرنسيون، الكل يتخوف كيقفقفوا شنو وقع، علاش وقع هذا. هاد الروح كلها غير موجودة حاليا لا في الإعلام الفرنسي ولا عند الساسة الفرنسيون. علاش؟ لأن الانقلاب في النيجر واضح أنه كان يمس الاستعمار ويستقصد الاستعمار مباشرة ونهب الخيرات وهو ضد فرنسا، فكان الهجوم عليه قوي جدا. وتم التبرير بالهجوم أنه ضد الديمقراطية والانتخابات والرئيس المنتخب وكل تلك اللغة الاستعمارية المعروفة المستهلكة التي تزايد علينا بمثل هذه الشعارات فقط للحفاظ على مصالحها. روح كل الخطاب اليوم في الغابون هي تبريرية بطريقة خبيثة، والتبرير هنا يقول لك بأنه تزوير انتخابات، وكأن من فعل هذا الانقلاب
باش ما يتقالش على فرنسا بانها تساند الانقلاب. كيفاش انت كتساندي الانقلاب ضد الانقلاب في النيجر وتجيشين الدول والاكواس وكذا ضدها والحرب ضد النيجر؟ علاش؟ لانهم انقلبوا على رئيس شرعي. فحتى ما يتقالش هذا الامر في الغابون، فتم ايجاد واحد المبرر، خصو يكون مبرر قانوني حتى هو يدخل في هذه النغمه هذه، ان درنا انتخابات لكن هذه الانتخابات هذه تم تزويرها، وبالتالي هناك واحد ليجيتيميتي، واحد شرعيه للانقلاب على هذا، لان كاين تزوير الانتخابات. تزوير الانتخابات خايب، ما نقبلوش احنا فرنسا تزوير الانتخابات. فبالتالي لبسوا لعلي بانغو هذا الامر هذا، فخرجت جزء من المعارضه الصغيره واخذ 64%، فقالوا بانه تزوير، فبالتالي تعطات واحد الشرعيه لهذا الانقلاب. فالخطاب الفرنسي تحديدا والاوروبي هو رخو رطب تبريدي، وكانه يدافع على الانقلاب ما دام سيعيد الانتخابات. اذا اخويا ديروا الانقلاب ضد علي بانغو ماشي مشكل، ولكن ديروا عاود رجعوا انتخابات وطلعوا لنا شي واحد اللي يكون بحال علي بانغو، ولكن بالمقاس الفرنسي، ولكن دوز الامور سالكه. هذا المؤشر الثاني، وهو تيبين لنا فقط ان المقصود هو علي بانغو، المقصود هو نظام علي بانغو تحديدا، وانه مادام غادي يطير هذا الرجل هذا اران اونتيسيبيو الامر. اعتقد ان فرنسا الغرض الاساسي ديالها انها شافت بان كاينه امكانيه ديال تحرك عدد من الدول بافريقيا ضدها، ومن بينها الغابون الغني جدا. وتكلمنا البارح في اللايف مطولا على المؤهلات اللي كتوفر على الاقتصاد الغني، وانا فاجاتني بعد ما تاملت فيها بعمق وبحثت فيها شويه. فبالتالي فرنسا حتى ما ينوضش شي واحد بحال داكشي ضد فرنسا بحال النيجر والاخرين، راه نديروا حنا الانقلاب ديالنا حنايا بالطريقه الفرنسيه، برجل فرنسي وبداخل الاجنده الفرنسيه. من جهه كنقولوا درنا انقلاب ضد واحد ديكتاتور، ضد واحد مزور وكذا فضحينا بعلي بانغو، وفي نفس الوقت ربحنا شنو دار انقلاب باش ما نعطوش فرصه للاخرين. النقطه الثالثه والمؤشر الثالث عندي والمهم جدا هي التحركات قبل هذا الانقلاب هذا، وهي تحركات مشبوهه. اولها هجوم العديد عشرات من الاشخاص على سفاره الغابون بالمغرب وتخريب مقر الانتخابات في تلميح واشاره واضحه الى تورط المغرب وتوريط محاولة لتوريط المغرب في دعم علي بانغو، وبالتالي المساهمة في تزوير الانتخابات. السؤال هنا لماذا المغرب تحديدا؟ علاش في كل العالم ما تحركت إلا سفارة من داخل المغرب؟ هنا السؤال موجه لفرنسا، السؤال موجه لهاد الغابونيين، لماذا تم تحريك الأمر في المغرب بالتالي؟ وأي رسالة يراد إرسالها للشعب الغابوني، لهاد الانقلابيين، للخطاب السياسي اللي بغى يتأسس مع هاد المعارضة اللي غيبغيو يطلعوها تكون فرنسية ولكن تكون ضد المغرب، بعد ما كان علي بانغو صديق للمغرب. من يريد إقحام المغرب في أحداث داخلية غابونية؟ سؤال مهم. الرائحة هنا سيئة، وفرنسا واضح عندي أنها حاضرة بقوة. النقطة الثانية والمؤشر الثاني في الموضوع ديال التحركات قبل الانقلابية ما وقع بفرنسا، خروج عناصر ديال البوليزاريو مع المعارضة ضد بانغو وضمنيا ضد الملك. ما علاقة المغرب ومحاولة إلباس الملف للمغرب والربط ما بين علي بانغو والمغرب وإدخال البوليزاريو المعارضة، وكأن المقصود من يتحرك بدل يكون توجيه الأنظار إلى فرنسا أو الاستعمار، يكون توجيه الأنظار إلى المغرب، وكأن المغرب هو من يستعمر ويستغل الغابون، وبالتالي يجيبوا طرد المغرب بدل البحث والتدقيق في مسألة ديال طرد فرنسا، لا نطردوا المغرب، وبالتالي كنكونوا كأننا حققنا الحرية ديالنا من خلال طرد المغرب. هذه محاولة ديال البوليزاريو ومحاولة ديال فرنسا. ولكن أقول هنايا ما علاقة البوليزاريو بالموضوع الغابوني؟ لنفهم الجواب ولنجد الجواب نطرح السؤال: من يحرك البوليزاريو؟ الذي يحرك البوليزاريو هو الجزائر. ومن يحرك الجزائر؟ الذي يحرك الجزائر هو فرنسا. إذا هناك عندنا الجزائر وعندنا بوليزاريو وعندنا الجزائر وعندنا فرنسا، كلهم تتحركوا في توجه واحد، الهدف ديالو ضرب المغرب وفي نفس الوقت حماية المصالح الفرنسية. كل الجزائريين بيخرجوا فرحانين بالانقلاب، بما يبين لك ان النظام فرحان بالانقلاب، وبالتالي ما دام الجزائر فرحانه اذا فرنسا فرحانه. وهذا هو المؤشر الثالث عندي اللي تيقول لي بان الانقلاب في الغابون هو على المقاس الفرنسي، واينما وجدت فرحه جزائريه اعرف انها فرنسيه. السلام عليكم، ولنا تتم هذا الموضوع.